منين بتعرفيه للساروت؟ شو علاقتك فيه؟ وين كنتوا تجتمعوا؟ وبدي اسمع اللي كانوا معكم. يلا شو؟ مين السهرة اللي ما جاي؟ ما بعرفه للساروت، ما بعرفه بشكل شخصي. كيف ما بتعرفيه وليك؟ مش انت مو من حمص تبع الرياضة؟ مو من نفس ضيعته لهذا الكلب الارهابي؟ كيف ما بتعرفيه؟ لك شو يعني اذا من نفس ضيعتك تكون بعرفه انا بشكل شخصي؟ ما بعرفه يا سيدي وحياة الله. في وحدة متحولة انت لك. بأول حلقة من مسلسل سوري عم بيحكي عن الثورة على أساس بيوصفوا رمز الثورة السورية الساروت بالكلب. رموز الثورة لا تشتم يا أندال. ما في ممثل أو كاتب أو مخرج أو منتج وصف بشار الأسد بعد سقوطه على الشاشات بالكلب. 14 سنة كنا نتمنى تحكوا حرف عن كل شيء عم بيصير بسوريا من مجازر وقتل، وعلى أساس الدراما هي اللي بتنقل الواقع. يعني بالعكس كنتوا تمجدوا ببشار وتسموا ثورتنا أزمة وتسمونا إرهابيين. لما تحررت سوريا بأول حلقة من مسلسلكم عم توصفوا رمز ثورتنا بالكلب يا أندال. ولا حدا يقول لي الضرورة الدرامية وهذا ضابط عم بيحقق على أساس من على زمن النظام رموز الثورة لا تشتم. قولتكم بدهم يحكوا عن النظام كل شيء كان يقوم فيه، يعني لحتى يضطروا يقولوا عن رمز ثورتنا كلب مشان السياق الدرامي. رح يحكوا كل قذارات النظام؟ لا، قد ما مثلوا قد ما حاولوا ما رح يحكوا 1% من اللي كان يعملوا النظام، من مجازر ومن سباب ومن قتل تحت التعذيب والبراميل والكيماوي وإلى آخره. صرماية الساروت بتسوى أكبر ممثل بهذا العمل وبتسوى شوارب المخرج والمنتج، بس مو الحق عليهم، مو الحق عليهم. ما بعرف سيد مازن ناطور، بتعرف انه انا بحبك، شو عم بيصير خاي؟ فهمنا الشبيحة عم بتمثل ويلا، لكن فهمنا بس كمان يهينوا رموز ثورتنا. الساروت وهو بقبره بعد كل شي عمله وقدمه للثورة ينوصف بالكلب امام العالم وعلى الشاشة. ليش؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء ونصر لا ثأر فيه، قال السيد الرئيس أحمد الشرع. طيب أنا ما عم بشوف نصرا لا ثأر فيه، أنا عم بشوف نصرا بعده في وقاحة كبيرة، استخفاف بمشاعر السوريين وآلامهم. أنا عم بشوف الظالم هو اللي عينه وقحة في سوريا هلأ حاليا. معقول عكتر التسامح اللي نحن قدمناه توصل فيهم لشتم رموز ثورتنا بهي الطريقة أمام الملايين؟ كيف نحن بدنا يكون إلنا خلق نرجع لبلدنا أو نرجع لسوريا أو ما بعرف شو، ما بعرف. أنا صرت ما أستغرب لو نزلت على سوريا بكرة يجيني واحد شبيح مثلا يغلط علي أو يشتمني أو يهيني حتى، ما رح يتحاسب. من أمن العقاب أساء الأدب. أنا كمواطن سوري بعد ما خزتني الدراما لمدة 14 سنة أجي أفتح أول حلقة عم تحكي عن الثورة أشوفه عم بيقول الكلب الساروت. عادي، ما هيك؟ عادي، حبكة درامية، إخراج عادي، ضابط نظامه عم يحكي، ما هيك؟ لك